فيها ما فهمتنيش. وشنو هي البدع انا اللي كنساهل فيها باش نعرف. قالت لي انت راك تساهل في البدع بزاف، قولهم لي، لان غير قلت لي انت راك كتساهل في البدع وما سميتليش. الا كان قراءة القرآن جماعات اللي كنقول ماشي بدعة وانتم تقول بدعة، ما زلت اقول قراءة القرآن جماعة ينبغي ان تبقى الى يوم القيامة، وان رأيكم انتم يلزمكم انتم فقط. وان القاعدة الدعوية تقول ما من امر في فروع الفقه يختلف فيه لا يجوز لك ان تحمل الناس عليه. وأنا وضحت بالدليل كيف أن قراءة القرآن جماعة ليست بدعة. قلت لك واقتنعت، صح ما اقتنعتش قرأ القرآن بوحدك وما تعيبش على المغاربة، لأن أنت كتقول لهم راكم مبتدعة، كتقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأنت لا ترى أهل النار إلا الذين يقرؤون القرآن جماعة. خليت قال لي ياكل الريبة واللي يفلس الأمة والعلمانيين وكذا، اللي عندك يدخل جهنم ولا يمشي يقرأ القرآن في الجامع. احكي لي القضية. ولذلك إلا كتقول لي بالله على قراءة القرآن جماعة ولا على جلسة الاستراحة في الصلاة ولا على الصلاة تعلمي جماعة ولا، مسكين انت مسكين، ليس بفقيه ولن يشم الفقه بأنفه من غاب عنه اختلاف العلماء. فمن شروط العلم أن تعرف أقوال العلماء في المسألة الواحدة، وأن تعرف القواعد التي يبنى عليها مذهبهم، وأن تعرف الأدلة التي يعتمدون عليها، وأن تعرف أيضا الإدراك والفهم نتاع هذا الناس في الرغد. أما الكلام هكذا سهل، هذا سهل. أنا قلت دائما باللي الإمام مالك أرسل رسالة إلى الإمام مكحول بالشام، قال لقد بلغنا أنكم تقرؤون القرآن جماعة بعد صلاة الصبح، فأجابه هذا أمر حسن. فرد عليه الإمام مالك وأحسن من أن يقرأ الواحد والآخر يستمعون، فدار الأمر بين الحسن والأحسن. المالكية كيقولوا باللي قراءة القرآن جماعة كذا ماشي واحد العدد نتاع الناس، لكن احنا عرفنا وقلنا البدعة هي اختراع طريقة في العبادة في الدين لا أصل لها في الكتاب والسنة، والقصد منها مضاهاة طريقة رسول الله في التعبد. ومنين جينا نطبقوا قضية قراءة القرآن جماعة نطبقوا عليها ثلاثة نتاع المسائل. أولا هي طريقة جديدة في التعبد، هي طريقة جديدة في التعبد لم يفعلها رسول الله، نعم على الشرط الأول. ثانيا لا أصل لها في الكتاب والسنة، عندها الأصل ولا ما عندهاش؟ عندها، صافي يخرج بالبدعة. إن الذين يتلون كتاب الله والسنة ما اجتمع قوم يتلون. هل اللي يقرأ القرآن جماعة يعتقد أن قراءته الجماعية خير من قراءة رسول الله؟ لا، يقرأها لمجموعة من المصالح المرسلة. المصلحة الأولى أن القرآن يتفلت وأشد تفلتا من صدور الحفظة، أشد تفلتا من الإبل من عقولها، ولذلك تكرار يؤدي إلى استقرار القرآن. هذه الأولى. المصلحة الثانية أن عددا من الناس لم يقرأوا القرآن، قراءة مع الجماعة يتعلموه. الثالثة أنك حينما تنهى الناس عن قراءة القرآن جماعة، هل أنت تضمن أن يقرأوها يعني فرديا؟ ما قرأوش حتى جماعة، راك غادي تقرأ القرآن من الله ما يقرأها لا جماعة ولا فردي. ورابعا، واش هذه هي المسألة اللي انت رديتها بدعة في هذه الأمة باش تغي هذه فقه الدعوة؟ انت باش تنتهي الحري، باش تنتهي الشرك، باش تنتهي الهجوم على قطعيات الدين، نخليو هذو اللي جاو يهجمون على قطعيات الدين يقولوا على الورث وعلى المسائل والمساواة وعلى الزميطة، ونمشي انا غير عند مساكين الفقهاء اللي راهم يقروا القرآن في الجماعة، انتم تدخلوا للنار ومخلي الاخرين يديروا اللي بغاو في الأمة.